انت لحد دلوقتي بتطبع بس؟ تعالوا نخلي الناس تكتب في كودك، ودي الحلقه الرابعه من دقيقه مع سكول، واحنا النهارده هنتكلم عن input. وزي ما اتكلمنا المره اللي فاتت عن الفاريبلز، النهارده هنستخدم الفاريبلز عشان نقدر نخزن بيها الانبوت او البيانات اللي هتدخل لنا من المستخدم. وهنا نكتب a equal input ونفتح اقواس، وبكده احنا بدأنا نستقبل بيانات من المستخدم. لو عملنا بعد كده print a هلاقي معانا تحت هم مستنينا نكتب حاجه. تعالى مثلا نكتب hello، لان طبعا معانا hello. طيب لو انا قلت ان انا عايز استقبل منه ارقام وعايز اتاكد ان هي ارقام، هاجي قبل الانبوت واعمل انت واكتب هنا بين قوسين الانبوت، ولما اجي اطبع ايه لو كتبت هنا 5 يفضل زي ما هو. طب ايه اللي اتغير؟ اللي اتغير لما اجي امسك في ايه واعمل بلس 10 واكتب هنا مثلا 20 بقت معايا هنا 30. اما لو عملتها من غير الانت وجربت اكتب معايا هنا 20 هيطلع معايا هنا مشكله، بيقول لي ان انت ما ينفعش تحط انتجر وسترينج مع بعض. وفي حاجه كمان في الانبوت، ان انت مش لازم كل مره تستنى من اليوزر من غير ما تساله. انت ممكن تقول له هنا الكلام اللي انت عايز تبعته له، مثلا how many apples do you have، بعد كده حطها ما بين انت، هتلاقيه بيساله هنا how many apples do you have. كده نكون اتعلمنا اكتر عن الانبوت، ازاي بنستقبل المستخدم. اي حاجه لو حابب تتعلم اكتر وتعرف اكتر ابعت لنا عشان تعرف التفاصيل.